حبايب قلبي وحشتوني. لا والله بجد وحشتوني. 8 ايام متعاقب مش عارف اشوفكم ولا تشوفوني. انتوا بتسالوش عليا ليه صحيح؟ ما بتسالوش عليا ليه؟ لا حد يجاوبني بجد. ما بتسالوش عليا ليه؟ يعني انا اليوتيوب في اخر فيديو ظرفني مخالفه وقال لي 7 ايام انت محظور ممنوع تعمل اي حاجه على القناه. لقيتني غايب هنا تيجي تطمن عليا انستجرام. مش عاجبك انستجرام؟ تعالى فيسبوك. مالكش حجه. ما يهمش انا مش زعلان. انا مسامح كل الناس. احنا في شهر كريم كل سنه وانتم طيبين. قناه واقعه مننا كل الناس تعمل لايك. مش هقول لك اكتر من كده. وقول لي ان انا وحشتك في كومنت عشان اطمن على اخلاصك ليا. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. تعالى بقى تعالى. ده احنا فايتنا شويه احداث. اخبط لايك وتعالى نشوف معانا ايه النهارده. رسايل الصفحه لو بقت في الواقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انا عايز اعترف لكم اعتراف والله ان انا النوعيه الاولى دي. يا اما بدخل اقول السلام واخد بعضي وامشي، يا اما ادخل اعرف السعر وبرضه اخد بعضي وامشي، لان انا اصلا ما بسالش عشان اشتري. انا بسال فضول بس. مساء الخير. مساء النور. عندكم توصيل؟ ايوه يا فندم. شكرا ربنا يخليك بجد. انا من غير المعلومه دي كنتش عارف اعمل ايه في حياتي. بكام؟ هو قال لي بكام يا فندم؟ انت في المرحله دي بتبقى اصلا نسيت انت شخصيا كنت داخل تسال عن ايه. يلا نعمل الشرموط باللحمه المفرومه. ما شاء الله انتوا بقيتوا بتعملوا من الشرموط نكهات. في شرموط باللحمه المفرومه. رح نختار اللحمه المفرومه تكون صافيه تماما ما فيها اي كميه دهن. يعني نعمل ايه؟ نجيب شرموط عنده جفاف؟ عليها حبه كزبره حسب كميه اللحمه. على نار متوسطه نقلب اللحمه لحد ما تنزل مويتها وترجع تشربها تاني. طب كفايه كده الشرموط هيتلسع مننا. مع التقليب المستمر لحد ما اللحمه مويتها تنشف تماما بس ما تتحمر. ايوه مش عشان هو شرموط هنحرقه يعني. زي العروسه حلوه قوي كده. ايه يا فنان اللي انت بتقوله ده؟ لا ما ينفعش نقول كده. لا معلش. امال لو كان احمد السقا ولا ده هو جان ولا ايه؟ انت في ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ يعني انت جايبينك ودافعين لك فلوس عشان تيجي تقصف جبهه العريس بس؟ ايه ده؟ الله اكبر. يا معلم في ايه يا معلم؟ انت بتبص لها من فوق لتحت وتقول الله اكبر والتاني اللي بيضحك. انت موقفك ايه في الموضوع ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله عملت ايه؟ كل ده عشان خفه دمك؟ كل ده عشان خفه دمك تاخد قمر كده؟ خلاص يا نجم لو كده خدها وروح انت. يعني انا حاسس ان العريس ضيف في الموضوع. الله اكبر ما شاء الله يا جماعه. ايه الحلاوه دي؟ ألذ واحد في العالم كله والله العظيم. دي حاجه تعلمك ما تجيبش احمد سعد في فرحك عشان انت هتبقى موقفك وحش جدا. هل اللي في ايدي ادوات كهربائيه منزليه؟ عايز اعترف لكم اعتراف بجد. انا غبي جدا في الالعاب دي بس اللي بيعملوا كروان طمني على نفسي كتير. طب انا بسالك اشمعنى سالتني ادوات كهربائيه منزليه؟ عشان انت في ايدك خلاط. انت فظيع يا كروان بجد. عارف انت بيدفع فيك فلوس عشان تروح مكان يتسفى عليك بس. بص انا مش مركز. ما تحورش. انت حتى لو مركز هتتغبى نفس الغباء. ايوه صح. ايوه صح. بص انت محروق. انا عارف ان انت في نص هدومك والله. ايه رايكم في جنة رمضان يا اخواتي؟ انت عملت الزنا في دماغك يا عنبقه. وحوي اليوحة وكمان وحوي اليوحة ايه يا اسطى ولوحة ايه؟ انت جايب اليوحة دي منين؟ من على الجي بي اس؟ جيت يا رمضان جيت يا شعبان ايه اليوحة؟ جيت يا رمضان يا ابني. شايف دي؟ اسمها بندقية بس ما بتموتش. عارف اللي بيموت؟ البيضان يا اسطى. البيضان لما بتجيب ال 2 كيلو بيضان وتحطهم وتحط عليهم زيت وسمنه وكده بيبقى الموضوع. بص يا اسطى ما تعملش فيديوهات تاني بعد اذنك. هايل ما شاء الله. كنت لاعب محترف في 2012. دي احلى حاجه انت ممكن تقدمها بجد. يعني افضل حاجه ان انت سبت الكوره خالص. يعني انا كنت لسه هقول لك الكوره ده مش كوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت لابس فراشه ليه يا كروان؟ حابب اقول لكم رمضان كريم. سحورا حنانيا. سحورا ايه انا؟ حنيا مش موضوعنا. قول لي برضه انت ايه اللي ملبسك التاي كده؟ صوما مقبولا. وحابب اقول لكم كل اللي بيسرع السرعه بيرقي على كل اللي ايه؟ انا عايز اجمع الموضوع مش عارف. سرعه شوك هتلاقيها. لو سرعه مانجا هتلاقيها. ايه سرعه شوك وايه سرعه مانجا؟ انا مش فاهم حاجه. والله خارب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتصروها بكل جديد وكل سنه وانتم طيبين. يا عم اهدى بس يا عم. استهدى بالله. نستناك فين؟ انا مش فاهم حاجه. وبعدين قول لي برضه انت ايه اللي ملبسك كده؟ انت لقيت العبايات الرمضانيه غاليه مثلا فقلت تشغل دماغك ولا ايه؟
السنين السوداء. انا كنت لسه اقول انا عايز حد في حياتي يبقى بص هو موجود عشان يطبل لي، بس انا عملت حاجه ما كملتهاش هو ياخدها يكملها، انما لو بالوضع ده لا خلاص رجعت في كلامي. هل اللي في ايدي شخص بني ادم؟ اكيد. ماشي ممكن بيتكلم ان فيلم مسلسل كرتون. عدوا له زقوا اليوم بالله عليكم، بالله عليكم حقوقكم يا وام مننا، عايزين نعدي البرنامج ده بس. بني ادم. ماشي. بني ادم وشديد جدا. انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز تقنعني ان قيوم كده يفهم ده كبير قوي يعني؟ شديد. اه طب هل اللي في ايدي مسلسل اصلا؟ لا انا عارف الاجابه ومش هقول لك. مش مسلسل. لا ما ينفعش تكذب، لازم تقول الحقيقه. مسلسل بس خلاص. يا عم الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، انت ما بتعرفش تخبي الكلمه ببقك دقيقتين. ايوه انا قلتها غلط. ايوه هو انت لسه، ما انت كده المفروض كسبت البرنامج هيبوظ. ما انت المفروض قلت مسلسل كسبت. لا حول ولا قوه يا ابني، انت تعبتني يا ابني يا هات الفيديو اللي بعده. ونصومك يا رمضان مرحبا بهدومك. ما هي واحده. مرحبا بهدومك، انتوا لبستوا رمضان هدوم بجد والله. ونصومك يا رمضان مرحبا بهدومك. يا ريته حتى قال مرحب بهدومك، لا ده قال فرحان بهدومك. يعني هو تفاكر العيد يا اسطى. محمد رمضان ده محمد رمضان صح؟ هو الزمن جه عليه ولا ايه؟ انا اسف. بحب الفيديوهات دي والله. تصرف سيدة خلال العمر يثير ضجة على مواقع التواصل. بص هنتفق اتفاق. انا شايف الفيديو عادي، هو ما يسيش ضجه او كده باختلاف رياكشناتها الغريبه يعني. بس يا جماعه يعني البنات تاخد بالها من التصرفات، عشان الرجاله من كتر ما بقت بتتفرج على الحاجات اللي بقت، فبقى اي حاجه بتتشبه باي حاجه بتبوظ كل حاجه. البنات المفروض تكون فاهمه الموضوع، يعني مش هنشغل دماغنا على بعض. هيا جايز لسه اللايف بط لسه صاحيه. يا شيخ يخرب بيت قرفك، ده احنا رجاله بطاطنا انضف من كده. انا بحس ان انا وانا بتفرج عليها بحس ان الفيديو بيبقى له ريحه، بحس ان انت عايز تغسل عينك من اللي انت شايفه. الفنان لك كارينا، انا بطني وجعانه. يا وده الطب يا اختي، استني يا اختي. طب نحط اي حاجه طيب على الناشف كده بقى. رمادي مزدش، انت هتقولي انت مش بتلوني، بلون. لا يا ست يا جماعه دي حاطه صباعها في مناخيرها وبتمسح في السويت شيرت بتاعي، مش كده. لا 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 لحد هنا مش هقدر اكمل الفيديو، انا حذرتكم. لبست البنطلون. لا انت عندك ديدان يا بنت، عندك ديدان، عندك مشاكل في انت عندك ايه؟ عندك مشكله؟ شعري الاقرب بيعمل اكستنشن بس مزه. تخيل تصحى من النوم مثلا تلاقي دي جنبك وبتعمل الاكشنات دي. انت تخيل ممكن انت يحصل لك ايه؟ انا عايزك تتخيل ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لك. اسرح شعري الاقرب. البنت مجربه يعني. حتى بعد ما بتصيح شعرها مفيش اي اختلاف، تحس ان هي مجربه، ما بيبانش فيها نظافه. ده اللي زي دي عشان تنضف محتاجه فوطه صفر. ملناش اخصام يا حيلتها، حقنا بنجيبه في ساعتها. ايه حضرتك اللي انت ماسكاه ده؟ انا مش عايز اتكلم عشان انا، طب انا خيالي وحش زياده يعني انا مش فاهم. تكنولوجيا. في فيديوهات لما بشوفها بتاكد ان انا مش متنمر. انت متخيل دي بتشخ دباديب؟ انا توقعت حتى تكون بتشخ جنيهات وهي يعني بكميه الفضه اللي بتدخل دي. طيب يا حبايب قلبي، ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى يعني انا عن نفسي مبسوط ان انا شفتكم. اتمنى تكونوا مبسوطين ان انتوا شفتوني النهارده، ورمضان كريم عليكم. ولو انت نسيت تعمل لايك، انا مش عايز ازن عليك اكتر من كده، اعمل لايك. سايب لكم لينك قناه القابل تحت في اول كومنت. خد بعضك وروح اعمل فولو هناك عشان بينزل محتوى. انت انت مغيب، انت مش متابعني فيسبوك وانستجرام، انت مغيب. سلام عليكم.